أكدت مصادرنا أن النادي الأهلي في ورطة حقيقية بسبب الإصابات التي ضربت لاعبيه قبل أيام قليلة من خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وقد أصيب 8 لاعبين دفعة واحدة في الأهلي خلال الفترة الماضية، وأصبح أغلبهم خارج حسابات مارسيل كولر في مباراة يوم الجمعة المقبل أمام فريق شباب بلوزداد التي تقام بالجزائر. ورصدت مصادرنا داخل النادي الأهلي المصابين قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وهم محمد الشناوي يعاني من إصابة في الكتف، وخضع الحارس الدولي لجراحة في ألمانيا خلال الفترة الماضية، وأحمد كوكا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل للتعافي من إصابة في أربطة القدم تعرض لها في معسكر منتخب مصر خلال شهر يناير الماضي، وأليو ديانغ اشتكى من إصابة في الركبة، وما زال موقفه غير واضح من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري. وخالد عبد الفتاح ضربته الإصابة في المباراة الودية أمام فريق سموحة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب إصابته بجزع في أربطة القدم، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه. ومحمد الضاوي كريستو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة. ووسام أبو علي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، ومصير سفره إلى الجزائر غير واضح حتى الآن. وأحمد عبد القادر يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي. ومحمود متولي يخضع لبرنامج تأهيلي للتخلص من إصابة في العضلة الأمامية.